ازيكم يا حبايبي، يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد نشاط وحيوية وطاقة إيجابية. هنعمل مع بعض الفايش الصعيدي بطريقة حلوة جدا، وكمان كل أسرار وتركات وأدق التفاصيل بتاعة الفايش الصعيدي علشان يطلع معاكي صعيدي 100%. حلو وبسيط وسهل جدا. هعمل معاكم مقادير 2 كيلو علشان حبايبي اللي قالوا لي احنا مش عارفين نشتغل على المقادير الكبيرة، فهعمله معاكم بالظبط على الشعرة وهيطلع معاكي زي الفل. لو اول مره تشوفيني على القناه، انا مروه عبد الغني. لو حابه تستفيدي من الفيديو كملي معايا للنهايه. هبدا معاكم بالبدايه. اول حاجه معايا هنا البرطمان. البرطمان ده فيه لازم يكون مغسول كويس جدا ومتعقم كويس جدا جدا وما فيهوش ميه. هنجيب الكبه بتاعه الخلاط ونحط عليها 3 معالق من السمسم، وهنبتدي ان احنا نديله ضربه والتانيه بالظبط بحيث ان احنا نفتته، هيبقى افضل وكمان الخميره بتاعته بتبقى انشط وريحتها اجمل. هنبتدي ناخد ال3 معالق من السمسم اللي طحناه في الكبة، وهننزل على البرطمان بتاعنا اللي هو جاف جدا. اهم حاجة ما يكونش فيه مية ويكون متعقم كويس جدا جدا. خلاص كده معايا هنا كوباية من الحليب ده جاموسي، فحلو جدا مع الفايش بيبقى حلو جدا. هنغليه كويس جدا على النار، وكمان نوطي عليه درجة الحرارة لحد ما يقلب معانا لأكتر من مرة ويطلع كل الميكروبات الموجودة فيه. هو وسخن كده، وهنزل بيه على السمسم ونقلبه تقلبتين زي ما انتم شايفين جدا. ودي خطوات مهمة جدا لنجاح الخميرة، لان مش اي حد بيعرف يطلع خميرة الفايش. نتأكد اكتر ان الخميرة بتاعتنا متقفلة ومتحكمة وما يدخلهاش اي هواء، ان انا بجيب كيس من المطبخ بقفل بيه كويس جدا، وابتدي ان انا احطها في مكان يكون دافي. بنجيب معانا دفاية سرير او فوطة، اي حاجة تكون تقيلة، وبنقفلها كويس جدا بالشكل اللي انتم شايفينه ده. وبعد كده بتحاولي ان انت بقى تحطيها في فرن البوتاجاز، في حله تكوني مسخناها وحطاها. انا بحطها في حله وبقفل على الحله دي بتكون سخنه وبحطها فيها، وكمان بحطها في فرن البوتاجاز علشان تبقى اسخن. سبتها كده لحد تاني يوم في نفس الميعاد. انا عملتها الساعه 10 الصبح، ودلوقتي الساعه 10 الصبح تاني يوم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنبتدي نشوف الخميره بتاعتنا اخبارها ايه، اختمرت. وان ازاي اعرفي ازاي ان هي اختمرت؟ انك انت بتفصل معاكي اللبن بيقطع يطلع لفوق، والميه من تحت بتنزل بتاعه السمسم زي ما انت شايفه. ممكن تعمليها بفول سوداني، او ممكن تعمليها كمان بحمص. النهارده هنستعمل الدقيق بتاع روتانا. الدقيق ده حلو جدا وجربته في كل المخبوزات بتاعه العيد زي الفل. بتبتدي تفتحي العلبه، بتسمعي صوت تكه اللي هي زي الامان بتاع علبه المربى، او لما بتفتحي الصلصه. ده برضو دليل ان هي 100% يعني الخميره حلوه. بتبتدي تقلبيها زي ما شفتي، وبعد كده بتجيبي 3 معالق من الدقيق من ال2 كيلو. يعني انت هتحطي من ال2 كيلو ال3 معالق دول. هتبتدي ان انت تقلبيها كويس جدا معاها، وبعد كده نروح نقفلها مرة تانية. نخلي بالنا من التركات دي، لان هي دي نجاح الخميرة بتاعتنا. تقفليها كويس جدا، وبعد كده هتجيبي دفاية برضو او فوطة وتقفليها وتشيليها في مكان يكون دافي لمدة نص ساعة. هتكون طبعا الجو ابتدى يبقى حر مش زي ما كنا في الشتاء، فطبعا هتاخد معاكي نص ساعة. لو في الشتاء هتستني تكشفي عليها لحد ما تلاقيها ابتدت تفصل معاكي مرة تانية زي ما انتوا شايفين. اللهم بارك. ابتدت ان هي تختمر معانا كويس، وبرضو فصلت الدقيق والسمسم فوق والميه نازله لتحت، معنى كده ان هي اختمرت. هنجيب بوله معانا، يا دوب ما تكونش بوله كبيره لان دول 2 كيلو، فمش مستاهله ان انت تجيبي المجور الكبير او الحاجات الكبيره. هنعمل الخميره الاولى ازاي؟ انك انت بتجيبي شويه من الدقيق، تقريبا مج، لحد ما يلف معاكي، وتعمليها زي ما انت شايفه كده باطراف صوابعك، يا دوب تلتيها لت بسيط. تمام. طيب انت عايزاها قوامها ازاي؟ قوام العجينه هنا هيبقى معانا زي الزلابيه او اتقل شويه، مش اكتر من كده. تمام. ليه؟ تختمر معاكي حلو وتاخد راحتها في الخمر، وهتتلف معاكي بس مش اكتر من كده لان ما فيهاش عجن. خلاص احنا كده خدت معانا كوبايه واحده اللي هي الخميره الاولى، وكان معانا 3 معالق في البدايه خالص. تمام. يبقى كده المرحلتين الاولانيتين دول اهم خطوه لنجاح الخميره بتاعتك. زي ما انت شايفه القوام بتاعها سايل مش تخينه. تمام كده، وده اهم حاجه ان هي ما تكونش تخينه. هنبتدي كده نلم المجور، ربنا يلمنا كده حوالين بعضنا يا رب ان شاء الله. هنجيب شويه من الدقيق وننزل بيها على وش الدقيق، على وش العجينه بتاعتنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، مش اكتر من كده. تمام. هنبتدي ان احنا نغطيها وندفيها برضو. حطيها في فرن البوتاجاز في اي مكان يكون دافي، انت متاكده ان هو يكون مكان سخن.
هنجيب العجان بتاعنا ونحط فيه 4 كوبايات كبيرة من الحليب. الحليب بتاعنا ده جاموسي برضو. معايا هنا كوبايتين من السمنة. كل كيلو من الدقيق بياخد كوباية من السمنة. طبعا الاتنين سخنين، مش سخنين بيغلوا، يعني دافيين علشان المكونات بتاعتنا تنشط مع بعض. معايا معلقة هنا من الكركم. لو ما بتحبوش طعم الكركم في الفايش ممكن تحطي بودرة الزعفران ربع معلقة، تديك اللون بس مش هتديك الطعم. تمام. هنا معانا رشة من الملح، ودي سنة لازم بتتحط. معايا هنا معلقتين من اللبن البودر، خطوة مهمة جدا وحلوة جدا جدا. اللبن هنا بيديكي اللون الذهبي اللي انت شفتيه الحلو ده، والطعم بيبقى ظاهر جدا، طعم اللبن البودر في الفايش. خلاص كده. بعد كده هنجيب كوباية الا ربع من السكر العادي بتاعنا. وبعد كده معايا هنا معلقة من البيكنج باودر، ونبتدي ان احنا نقلبهم كويس جدا. هنا البيكنج باودر بتاعنا مش هيخمر الفايش هنا، بس هيديكي طراوة وهشاشة، تحسي كده ان انت بتاكلي الواحدة ان هي خفيفة، ما تحسيهاش ان هي تقيلة. معايا معلقة من المحلب المطحون. طبعا المحلب بتجيبيه حب وبتضربيه في الكبة. وكمان معايا معلقتين من السمسم، وده مهم جدا. انا بحب الفايش الصعيدي بالسمسم، الطعم ده هيبقى كمان اجمل. يعني انت حطيتي في البداية سمسم ومعاكي السمسم ده، هتحسي كده بنكهة جميلة جدا ومتميزة. جربيها ومش هتندمي ابدا. انا عايزاكم تمشوا معايا بنفس الخطوات. كده الخميرة بتاعتنا اختمرت، اللي هي الخميرة الأولى. وبعد كده هننزل بيها على المواد السائلة بتاعتنا. هتقلبي معاكي العجينة مع بعض. العجينة دي لسه سايلة طبعا لأن احنا لسه منزلناش بالدقيق، بس بتلفيهم كده مع بعض. بعد كده بنجيب باقي الكيلو الأول اللي احنا أخدنا منه الكوباية و3 معالق، وتنزلي بيه على المواد السائلة اللي كانت في البداية. وبعد كده حطينا الخميرة وال2 كيلو دقيق، وهتبتدي انك انتي بقى تعجنيهم. تمام. الدقيق ده حلو جدا. ولو انتي مش متوفر عندك الدقيق بتاع روتانا، ممكن تحطي دقيق، اي دقيق زيرو يكون متعدد الاستخدامات، خاص بالمخبوزات، هيبقى حلو جدا معاكي. معلش مش هينفع في الفايش انك انتي تحطي دقيق بلدي، بيكتم معاكي وما بيبقاش الواحده حلوه كده زي ما انتي هتشوفيها. الخطوات معلش دي مهمة جدا. هنبتدي بقى ان احنا نعجن زي ما انتوا شايفين في المكونات بتاعتنا كلها. لازم الفايش يتخدم حلو، واهم حاجة اللون. يعني انت لو حسيتي ان اللون بتاع العجينة باهت معاكي، ممكن تحطي ربع معلقة من الكركم على حبة من المية، وتبتدي ان انت تنزلي. لو حضراتكم تلاحظوا انا هنا ما استعملتش اي نوع، ما حطيتش ميه خالص. انا شغاله بالحليب وبالسمنه بس. وكمان لو حسيتي ان العجينه بتاعتك تخينه، ممكن تزوديها بحبه سمنه انت وشغاله. بلاش تحطي ميه علشان تطلع معاكي الوحده الفايش متغذيه كده وحلوه. فاهميني؟ بعد كده هنبتدي ان احنا نعجنها عجنا مبرحا زي ما انتم شايفين كده، لحد ما توصل معانا للمرحله دي. لا تبقى تخينه ولا تبقى خفيفه، لانك لو خففتيها هتبقى معاكي مرخيه ومش هتخمر من جوه. لو تخنتيها هتبقى معاكي تقيله ومحنجله كده ومتنجله، مش هتبقى حلوه. العجينه بتاعه الفايش تكون وسط زي ما انت شايفه بالشكل ده. خلاص. بتجيبي معلقه من السمنه بايدك كده وتدهنيها على الوش بتاعها علشان ما يشققش منك. هتخمريها مره تانية. معلش اللحظه بتاعه شكل الخميره لما اختمرت مش ظاهره، بس انا زي ما انتم شايفين كده باينه طبعا ان هي زي وحده القطن في ايدي. اهم حاجه بالله عليكم ان انتوا تمشوا بالخطوات صح، لان المكونات دي كلها غاليه وهيكلف معاكي، وانا هقولك في اخر الفيديو هيكلف معانا قد ايه. تمام. بس حاجه من ايدك وحاجه نظيفه. لو قارناها بان انت بتشتريه من بره طبعا مفيش اي وجه مقارنه. اهم حاجه ان انت تشتغلي كويس جدا جدا زي ما انت شايفه كده. تمام. بتبتدي ان انت تجيبي حته من العجينه وتلفيها زي ما انت شايفه زي صباع الكفته. بس المهم بقى ان انت ما تخليهوش رفيع، يعني تخليه ملحم زي ما انت شايفه الحجم ده. الحجم ده حلو. انا بالنسبه لي ما بحبش ان وحده الفايش تبقى كبيره تحطيها كده في الكوبايه بتدخل بالعافيه. انا بحب يكون شكلها حلو ويعني مش تخينه. تمام. اهم حاجه تبقى ملحمه من جوه. اما المقاس ده حسب ما حضراتكم بترغبوا فيه. كل واحده والتانيه لازم تبقى لازقه في بعض، بس تسيبي مسافه بين الصينيه والراس بتاعه وحده الفايش. اهم حاجه برضو وحده السمنه. يعني انا حاطه هنا ربع كوبايه من السمنه، بدهن بيها ايدي بين كل مره والتانيه لما باجي الف الفايش. زي ما انتم شايفين خطوات صعيديه 100%. مفيش حد هيطلع الفايش الصعيدي بالشكل ده الا اهل الصعيد.
فعلا جميل جدا ومتميز وليه نكهة وليه طعم حلو جدا. وفي بعض الناس بتجيب فصين من الهبهان وتضربهم كويس جدا جدا وتحطهم برضو بيدي طعم متميز. بس انا بصراحة ما بحبش طعم الهبهان في الفايش، تمام. بس انا دقته اكتر من حد صعيدي يعملها وكانت حلوة. تمام كده. هنبتدي ان احنا نخلص كل الصاج بتاعنا الاولاني ده. وطبعا الصاجات دي صاجات صعيديه ومعروفه هنا عندنا في الصعيد ان هي بنعمل فيها الفايش او بنعمل فيها القرص الطريه، يعني ليها استعمالات معانا معينه. خلاص كده بتبتدي تطلعي حته وتصبعيهم زي ما انت شايفه كده. اهم حاجه ما تضغطيش عليها وتطلعي الخمر اللي موجود جواها، يا دوب انك انت تطلعيها وتلفيها على طول. خلاص، خطوات سهله وبسيطه. 2 كيلو مش متعبين ولا تعبوني ابدا، يعني سهلين جدا جدا. اما لو عايزين كميات اكتر ممكن نعمل مع بعض ال5 كيلو وال10 كيلو على راحتكم. هنجيب بايدينا كده سمنه وندهن بيها برضو الوش، هيطلع معاكي الوش بيلمع وحلو كده، ما يبقاش الوش باهت او محيب، ما يبقاش وحش كده، الشكل جميل. انا عملت معاكم ال2 كيلو، قطعتهم بالشكل اللي انتوا شايفينه. طبعا انا ما عنديش شمس في الشقه بتاعتي، فانا حطيتهم تحت المروحه. مع الجو حر اختمر الحمد لله رب العالمين حلو، يعني زي ما انتوا شايفين. انا خمرت الاتنين، يعني هو طلع معايا 3 صواني. الاتنين دول انا حطيتهم في البدايه تحت المروحه علشان التالت الفرن عندي مش هتشيل التلاته، فانا حطيت اتنين تحت المروحه لحد ما يخمروا، وبعد كده التالته بمجرد ما ادخل دول الفرن هحط التالته تحت المروحه تختمر. خلاص، الخطوات دي مهمه جدا جدا يا جماعه. بعد كده الفرن بنشغلها يا دوب زي ما انتوا شايفين فوق وتحت، بس ما يكونش السرعة بتاعتها عالية، يعني تكون واطية شوية علشان تستوي براحتها وتاخد اللون الجميل ده، ما تشعوطش معاك ويبقى اللون بتاعها اي كلام. بتجيبي ملاية نظيفة وبتقلبي عليها الفايش بتاعك لحد ما يبرد، ما بتجيش ناحيته الا لما يبرد. لكن انا مش ببيته، انا بالليل بقى حمصه على طول. بتجيبي الفايش بتاعك وتهويه شوية كده، يا دوب تقدري تمسكيه يعني وتفتحيه. بتفصصيه، بتطلعي كل واحدة والتانية زي ما هتشوفي دلوقتي. طبعا الكمية بتاعتنا هنا بالنسبة لان هم يعني 2 كيلو حلوة جدا. لو فكرنا ان احنا نشتريه من بره مبلغ وقدره. هنبتدي ان احنا نفصص الفايش بتاعنا زي ما انتم شايفين، اللهم بارك. ولونه حلو جدا، اللون ده مناسب جدا لانك انت لسه هتدخليه كمان تسوية مرة تانية تحميص في الفرن. اوكي، زي ما انت شايفه طري ازاي وجميل. وطعمه الاولاد طبعا الكميه كانت اللهم بارك يعني، فهم اتلموا عليهم اكلوا. اولادي طبعا هنا بيساعدوني، فهو انا بحس ان بيبقى في فرحه في البيت لما بعمل حاجه زي دي. مخبوزات العيد، فايش، الحاجات الحلوه دي تحس ان الكل كده بيساعد مع بعض، او بيبهدلوا برضو مش ما بيبهدلوش. هنبتدي ان احنا نرصه في الصواني زي ما انت شايفه. طبعا الصينيه مش هتبقى مدهونه، هتحطيهم بالبطن بتاعته، يعني زي ما انت شايفه بتعدليه وبتحاولي ان انت ترصيهم كلهم كده بسوا واحد جنب بعض بالشكل الحلو اللي انت شايفاه ده. اللون ده جميل، لونه جميل جدا. لو انت مش حابه اللون ممكن تخففي منه شويه. هنبتدي ندخله بقى على الفرن علشان يتحمص. زي ما انت شايفه انا يا دوب النار شغاله شعره، لان احنا كده عايزين نحمصه، فبيبقى من تحت ومن فوق بس شعره. وبعد كده كمان بتخلي اللون بتاعه لحد ما يبقى ذهبي، ما تجيش ناحيته ابدا. تمام، زي ما انتوا شايفين كده اللهم بارك. طلعت الكميه دي من ال2 كيلو، اللون بتاعه حلو جدا. وبرده تقلبيه من الناحيه التانية لو حسيتي ان لسه الناحيه دي طريه معاكي، اقلبيه من الوش الناحيه اللي على الشوايه من فوق. الفرن اللي انا اشتغلت عليها دي فرن غاز، مش فرن كهرباء ولا فرن البوتاجاز، فعلشان كده ليها خطوات معينه لازم ناخد بالنا منها. زي ما انتوا شايفين الصابع بتاعه حلو، مش كبير، يا دوب العيل يحطه في كوبايه اللبن تطلع معاه مظبوطه. اللهم صل على النبي، حلو جدا جدا. وما ننساش لايك طبعا وشير واشتراك للقناه ودعوه حلوه في ظهر الغيب ولكم بالمثل. كميه حلوه جدا، جربيه في حاجة بسيطة زي ما انت شفتي 2 كيلو او كيلو. لما تتعودي عليه ويبقى معاكي طالع حلو كتري بقى الكمية. زي ما انتوا شايفين هنكسر واحدة، مقرمش وجميل ومستوي واللون من جوه اللهم بارك. اتمنى ان يعجبكم، وما تنسوش بقى تعملوا لنا لايك وشير لاني فعلا تعبت من الفايش ده. شكرا.